كم مرة اترفضت في مقابلة شغل في كندا والسبب كان Canadian experience أو أنت لسه جديد أو ما عندكش خبرة السوق. شيء طبيعي جدا، كلنا حصل لنا ده. كل المشاكل دي هنتكلم فيها بالتفصيل الممل وحلولها في الفيديو ده، بس تابعونا. الحلقة دي هشارك معاكم قصتي إن أنا إزاي اترفضت في 50 انترفيو، 50 مقابلة عمل في كندا، على الرغم من إن مؤهلاتي كانت عالية جدا وكنت أقدر أوصل من لأول وظيفة، ولكن الصعوبات والعنصرية اللي واجهتني كانت أكبر مني بكتير. البداية بكل بساطة كانت القصة لما بدأت الواحد بقى فكر إنه هيسافر كندا، وكنا متحمسين وقلنا يلا طموح وحماس ويلا هنروح بلد جديدة ونجرب حظنا، وشهاداتي وماجستير وبكالوريوس هندسة وخبرة كبيرة جدا جدا، وقلنا هنلاقي شغل طبعا بكل سهولة وبساطة. وكنت متحمس جدا إني هبدأ حياة جديدة في كندا وفي البلد اللي طالما سمعنا عنها وفرص وإمكانيات. وجهزت السي في بالطريقة الكندية وتوكلت على الله وقلت يلا هنقدم على وظائف كتيرة ويلا هو إن شاء الله حاجة هتيجي. ولكن كان دايما المضحك ان كان بيجي لي ردود بالرفض في كل مره بدون ما ابدا اعمل اي حاجه. وطبعا ده شعور باحباط رهيب، لانك انت متخيل انت بتقدم على يعني كام شركه وكل الشركات بترفضك، ما هو اكيد على الاقل الشركه هتكلمني. وقلت اكيد دي مش النهايه، يا واد حاول كمل. فالرفض كمان كان مضحك جدا، انه كان ساعات كتيره بيجي لي من قبل اصلا ما يكلموني، ولو كلموني بيبقى بعد اول مقابله، وبعد كل مقابله كنت ببدا يجي لي احباط كبير جدا، لان بدات اترفض تاني واقعد تاني اجرب واشوف ايه اللي انا عملته غلط في المقابله دي. يمكن انا قلت كلمه مش مظبوطه، يمكن انا عملت حاجه مش مظبوطه. قلت انا مش عارف، حاولت افهم ايه المشكله. وبعدين قلت طب خلاص بلاش تتضايق، اتعلم من الفرص اللي حصلت، اتعلم من المشاكل اللي حصلت، واكيد في ضوء في نهايه النفق يعني زي ما دايما بنقول. ولكن الرفض ما كانش هو الشيء الوحيد، بس اني عشان مصري ولا عشان كان في عنصريه ولا لا لا لا، كان في اوقات كتيره جدا في المقابلات كان فيها حاجات غريبه. يعني كان مثلا بيتقال لك ستوب، انسى كل اللي انت اتعلمته قبل كندا، انت داخل كندا اقلع كل اللي انت اتعلمته وهنعلمك احنا من جديد، فانت تبدا معانا السلم من تحت خالص. طبعا ده كلام قاسي جدا على اي بني ادم لسه بيبدا حياته جديده، بعد ما كان عمرك وعندك خبره وعندك شغل وعندك تاريخ وبتشغل ناس معاك والدنيا كبيره جدا، تفاجئ ان انت واحد بيقول لك لا لا تعالى بس احنا هنعلمك، انت اصلا مش فاهم اي حاجه في الدنيا. والموضوع ده بصراحه كان قاسي جدا وصعب جدا على الواحد، وخلاني اقول لا، خليني انا هبدا اشتغل من اول وجديد على نفسي واذاكر كل التعليقات. ونصحوني ان دايما بعد كل انترفيو ابعت ايميل اعرف ايه اللي عملته غلط. على سبيل المثال خلينا نبدأ بأول حاجة حصلت لي. رحت بعت السي في بتاعي لواحدة من أكبر الشركات التطوير العقاري، مش بس في أونتاريو، دي كمان في كندا كلها. وكنت بعمل انترفيو مع الفي بي والراجل التاني مدير الإدارة. وفي المقابلة فبتكلم مقابلة ماشية ممتازة والحياة ماشية تمام، بدلتي كرافتتي الدنيا ماشية مية مية، وبنتكلم على حجم المشروع. فذكرت بيقول لي المشروع حجمه ايه؟ قلت له المشروع حجمه حوالي 2000 فدان. الراجل باللفظ كده قال لي ايه 2000 فدان؟ ده انا في بي ما اشتغلتش حجم المشروع ده. انا اتخضيت للحظه كده، قلت الراجل ده بيزعق لي ليه؟ ايه اللي بيزعق لي يعني؟ انا قلت له ايه غلط؟ ايه المشكله في كلمه 2000 فدان؟ وفجاه والله اللي بقوله ده حصل. الراجل في لحظه واحده قال لي انا عندي اجتماع تاني، وقام دايس خرج من المكالمه. فالراجل مدير الاداره ما عرفش يقول لي ايه يعني. الراجل حاول يصلح الموقف، كان راجل لطيف، ولكن للاسف زي ما بتقول في مصر كده جاي كحالها عماها. قال لي معلش اصل هو الناس هنا بتخاف من الناس اللي جايه من الشرق الاوسط عشان دمكم حامي وبتتعصبوا وممكن تعملوا مشاكل. فقلت له لا انا متشكر جدا، انا الوظيفه دي ما تلزمنيش. ده كان اول انترفيو. تاني انترفيو وده اللي كان مضحك برضو، ان بيتقال لي خلصنا الدنيا ماشيه تمام، وقام في الاخر هو انت ساكن فين؟ فقلت لهم ساكن في وسط البلد، يعني منطقه عاديه هي مش ما فيهاش اي حاجه. قالوا لي يعني انت جيت من مصر على اغلى منطقه كده وانضف منطقه على طول عندنا كده في كندا؟ فيعني كلمات كده بتبقى كلها ليلة الذوق، وكلمات غريبة وكلمات مش مفهومة. ومرة تانية تالت انترفيو عملته على سبيل المثال، وده بقى اللي كان دليل على ان هم بيرفضونا لاسباب غير مفهومة واسباب غير معلومة. انا وصلت اني بقدم على كوردينيتور اللي هو من 0 لسنة، مش مطلوب اي خبرة كبيرة يعني، مش خبرة عظيمة يعني، واحد لسه هتقدم من بداية حياتك يعني. فبعمل انترفيو مع الست اللي هي كانت اظن مدير الاداره ساعتها. قامت قايله لي عملت دي عملتها، عملت دي تعرف تعمل ده؟ اعرف اعمله. وبعدين قالت لي طب في اتفاقيات بنعملها مع الجيران بخصوص مش عارف ان احنا مش عارف حاجات كده ليها علاقه يعني بالانشاءات. قلت لا دي الحقيقه ما عملتهاش، بس متحمس ان انا اتعلمها. احنا عايزين بقى واحد عمل الموضوع ده.
فطبعا وقاموا باعتين لي بعدها على طول رفض، ما عندكش كنديان اكسبيرينس. فطبعا هم الناس دايما بيبصوا على ثقافتك وبيبصوا على اسمك وبيبصوا على انك جاي من كلتشر او جاي من بيئه مختلفه عن اللي هم متعودين عليها. ودي المشكله دايما، ان هم ما بيحاولوش يفهموا امكانياتك الحقيقيه. هم كل اللي هم بيحاولوا يعملوه هو احنا لازم نعمل مثلا 50 انترفيو الناس جايه من بره عشان الحكومه ما تقولناش انتوا ما بتعملوش انترفيوز للناس. والحقيقه الواحد ما استسلمش، لاني كنت عارف ان اكيد في وظيفه في مكان ما، وان مع العسر يسرا. يعني انت دايما الدنيا تقفل عشان في باب هيتفتح لك. فقلت طب خلاص، يبقى الخطوه اللي لازم ابدا استغلها. هو بيرفضوني عشان ايه؟ مش انا ما عنديش كنديان اكسبيرينس، مش انا مش فاهم الماركت، ما عنديش دراسه عندهم، مش مشكله، يلا بينا. رحت، ويمكن عملت ده في حلقه قبل كده واتكلمت عليه، الماجستير اللي خدته من كندا. عملت ماجستير في إدارة الأعمال وفي التطوير العقاري في واحدة من الجامعات الموجودة في كندا. وبجانب ده الحقيقة قلت يعني ده يمكن يطور لي معلوماتي ويطور لي علاقاتي، وده اللي أنا هنصحكم بيه في آخر الفيديو، بس كملوا معايا عشان تفهموا التفاصيل. قلت طب خلاص يلا بينا نحاول نعمل الماجستير ونكمل. وفعلا بدأت الماجستير واتقبلت في الماجستير، وكان للأسف كان مكلف جدا جدا جدا. وطبعا ده عشان أقدر أصرف عليه وأعيش حياتي كان لازم كمان إن أنا أشتغل بدوام جزئي، زي وظيفة بدوام جزئي، عشان أقدر إن أنا أساعد في تكاليف معيشتي ودراستي. والحقيقة الجمع بين الدراسة والعمل كان صعب جدا، ولكنه زود من خبرتي وخلاني أكتر تنافسية في سوق العمل الكندي. ومش هنكر لما اقول لك ان انت بيجي لك احاسيس متضاربه جدا في لحظه من اللحظات، لما تلاقي نفسك كنت مدير مثلا مشاريع وبتاع، وبعدين فجاه بتشتغل بياع ولا بتشتغل اوبر ولا بتشتغل زي ما بيكون. وبيجي عليك لحظات يأس شديده، واكيد كتير منكم حصل له الكلام ده في كندا. اي حد بيسمع الفيديو بتاعي اكيد حصلت له اللقطات دي، انه جاله لحظات حزن ولحظات يأس ولحظات تعب ولحظات حس انه خلاص الموضوع انتهى، واني لازم خلاص امشي واسيب كندا والم هدومي واخد بقيه فلوسي اللي معايا واتوكل على الله. ولكن انا بقول ان ربنا دايما يعني بيوفق الناس. طول ما انت مؤمن وعندك هدف وبتشتغل عليه وبتاخذ بالاسباب، ربنا بيوفقك. كانت فترة صعبة جدا، ولكن كل واحد مصمم على النجاح. فالواحد كان بيذاكر صبح وبالليل وبيشتغل بقى يوفق، يا اما شغله يبقى الصبح يا شغله مع بالليل، على حسب الدراسة مع كل حاجة، لان اكيد زي ما قلت لكم في نور في نهاية النفق. واخيرا بعد 50 رفض، يعني 50 ايميل ولا يمكن اكتر من 50 ايميل كمان من رفض في كل الوظائف اللي جات لي، قدرت احصل على وظيفة في كندا كمتدرب. واحدة من الشركات، مرتبي كان صغير جدا، لا يتعدى $2000 في شركة، والشركة كانت بعيدة كمان ساعتين عن بيتي بالمواصلات وانا ما عنديش عربية. ولكن الفكرة انك اخيرا قدرت تاخد حاجة، قدرت تمسك حاجة في ايدك. كنت فرحان جدا، ويعني الواحد حس بفخر وارتياح وانبسط، وده كان دليل ان ربنا وفقك ويسر لك فرصة عمل ممتازة. والحقيقة كمان نقطة من النقط المهمة جدا اللي لازم اقولها، انك لما تجيلك فرصة ما تقولش لا اصل دي بعيدة، لا اصل مرتب اي كلام، لا اصل مش عارف ايه. لان الفرصة اللي جات لي دي هتكلم عليها واقول ان هي كانت باب الرزق، وهي كانت اللي فتحت بعد كده ابواب الشغل بعد كده. ولانك ربنا لما بيديك رزق وانت بتقبله فبيديك رزق اكتر، فبتقبله ويكبر لك رزقك والدنيا بتمشي معاك. الحاجة من الحاجات كمان اللي كانت مهمة جدا جدا لازم اذكرها، يعني اني بدأت كمتدرب في الشركة دي، متدرب صغير، يعني اقل وظيفة موجودة عندهم. وبعدين لما اثبتت كفاءتي بعد 3 شهور رقوني لاسيستنت مانجر، وما كانوش مصدقين ان الله ده الراجل ده احنا كنا في الاول بنستخف بيه ونقول ما عندوش كنديان اكسبيرينس وما عندوش. رقوني الاسيستنت مانجر، وشويه بشركه تانية خدتني مانجر، وشويه الدنيا كبرت اكتر، مرتبك بيكبر مع الوقت. طيب عشان كده هي الحقيقه انت بتقعد تبني حاجات على بعض، وطريقتنا في التعامل هي اللي بتبهر الناس، وهم ما بيصدقوش ان احنا شاطرين واذكياء في حل المشكلات. وكل الكلام اللي بيتقال لك كنديان اكسبيرينس والكلام ده كل ده كلام فارغ واسباب للرفض، ولو ان هي حقيقه الحكومه منعاهم ان يقولوا كده كمان. عشان كده عمرهم ما بيقولوا لك الكلام ده في ايميل رسمي، دايما الكلام ده كله شفهي، لكن يقول لك احنا عيننا واحد تاني، عيننا حد اكفأ منك، يعني كلام كده كله ملوش اي لازمه. ونقطه تانية، ان اول وظيفه في كندا هي اصعب وظيفه في كندا، هي اصعب وظيفه يعني انت عشان تلاند اول جوب هي دي اصعب حاجه، لانك بمجرد ما دخلت سوق العمل خلاص الموضوع انتهى. تقدر تقول لهم لا انا عندي الخبره دي، لا انا عملت الحاجه دي، ولو ما عملتهاش هتعلمها، ايه المشكله يعني.
وفي نهاية الفيديو لازم أقول لك النصائح اللي هي يعني عصارة طالب مجتهد، عصارة شخص اتمرمط لمدة سنة على ما لقى وظيفة. أول سنة وأول وظيفة أصعب حاجتين في الدنيا. اسمع بقى النصايح دي وركز فيها كويس أوي. أول نصيحة ليك، ودي أهم حاجة في الدنيا، إنك لازم تبقى مؤمن بالله، ومؤمن إن أنت رايح وقطعت المشوار وسبت بلدك وفي تحديات هتاخدها وفي حاجات ومشاكل هتقابلها. لازم يبقى عندك صبر، ولازم تبقى مثابر، ولازم تبقى عندك قدرة على التكيف مع البيئة الجديدة، وتحاول تفهم الناس دي بتفكر إزاي حتى لو أنت أشطر منهم. ما تستسلمش أبدا. اعرف دايما إن أي رفض هو بداية نجاح، ده شيء أساسي. الحاجة التانية، طور من نفسك. مش هم قالوا لك انت ما عندكش تعليم وما عندكش قدرات وما عندكش قوي روح خد في برامج تعليمية كبيرة جدا تبع الحكومة، مدعومة من الحكومة، بيدفعوا لك ثمنها، انت مش محتاج تدفع حاجة. انت كبي ار هتروح تقول لهم انا فلان الفلاني عايز كورسات لغة، عايز كورسات اكسل، عايز كورسات كمبيوتر، عايز كورسات اي حاجة في الدنيا هيدوها لك. اي كورس انت محتاجه هتاخده، تقدر تقدم كل الكلام ده. طيب دي النقطة التانية، لكن ايه الأهم بقى من الكورسات دي؟ مش ان انا اروح اخد الكورس وامشي. اسمع بقى الحتة دي وركز فيها كويس قوي، عشان هي دي الزتونة. ابني شبكة علاقات قوية جدا جدا جدا، وما تستخفش بقوة العلاقات والمعارف في كندا. ايوه زي ما بقول لك كده، العلاقات في كندا هي اللي بتشغلك من الاخر. هتقولي بقى ده انا بقدم على لينكد ان، ده انا مقدم على انديد، ده انا مقدم على مش عارف ايه. كلام مظبوط وكلام صح، وانا قلت الكلام ده قبل كده في فيديوهات، ومش بقول لك ان ده غلط. وانا جات لي فرص من الفرص ال50 فرصه جم من على كل الويب سايتس دي، ومنهم كمان ويب سايتس الحكومه. انا مش بقول لك ان الكلام ده مش حقيقي، ولكن المعارف. بمجرد في الكورس بتاعك ما تتعرف على واحد في شركه، يعرفك على واحد، يبعت لك السي في بتاعك، يفتح لك باب، ده يفتح باب لده، والدنيا تمشي معاك. هو ده اللي بيجيب الشغل، صدقوني هو ده اللي هيجيب لك الشغل. مش بس انك تقدم اونلاين، ما تستخباش ورا الشاشه وقاعد بتعمل كده. وده ياخدنا للنقطه اللي بعد المعارف، اللي هي دور على منتور، وشخص ذو خبره، راجل يوجهك، يحدث في حياتك كده فرق، يعمل لك حاجه اختلاف. المنتور ده بيقدر يقدم لك نصايح. وانا بامانه من خلال الماجستير بتاعي تعرفت على راجل منتور، راجل كان رئيس مجلس اداره واحده من الشركات، ما خدنيش اشتغل عنده، ولكن اداني معلومات قيمه جدا جدا جدا. قدرت ابني على المعلومات اللي ادهاني، ذاكرتها واشتغلت عليها وزودت معلوماتي فيها. فلما بقيت ادخل اي انترفيو واتكلم، الناس بتحترمني، يقول لك اذا انت عرفت الكلام ده منين؟ انا فتحت وقريت وذاكرت وعملت. والنقطه من النقط التانية المهمه، انك كمان لازم تجهز سيرتك الذاتيه بالطريقه الكنديه، لان هم الطريقه الكنديه مختلفه تماما عن الطرق العاديه. فلما تيجي تعرض خبراتك ومهاراتك اللي انت اتعلمتها قبل كندا، ما ينفعش تروح تقول لهم انا عملت وسويت، لا، لازم يفهم الناس دي بتفكر ازاي. واحده من الغلطات اللي انا عملتها ان انا قلت له 2000 فدان. 2000 فدان دي بالنسبه لهم في كندا انت بنيت نص كندا. انت بتضحك علينا بالاخر يعني. نقطه تانية برضو من النقط المضحكه جدا، ما تلبس كرافته في الانترفيو. البس ممكن بدله او البس قميص على جاكيت خفيف، لكن ما تلبس كرافته، ان هم بيعتبروا الكرافته من الحاجات اللي فيها تعالي على المجتمع الكندي. دي حصلت. انا كنت طول الانترفيوهات كلها بلبس كرافتات، والناس كانت بتقعد تبص لي بتعالي، انت لابس كرافته، انت مش لابس مش عارف ايه. فنقط غريبه جدا وصغيره جدا، بس ملهاش معنى، انت بتفهمهاش الا لو حد قالها لك. فانا الفيديو ده بحاول اجمع لك العصاره والخلاصه كلها. وواجه العنصريه اللي هم بيقابلوك بيها والاحباط والاهانه، بان انت تجمع قوتك ويبقى عندك اصرار اكتر ان انت تنجح. صدقني الرزق بيد ربنا مش بايد اي حد تاني. فما تقولش لا والله انا مش هروح خلاص وكندا وهمشي والكلام ده كله. والنقطه اللي كمان المهمه، ان اي رزق ربنا يبعته لك ما تقولش عليه لا خلاص بقى انا ما ده اصله بعيد، وده اصله غالي، وده اصله ما ادينيش في مرتب، وهم مش عارفين انا مين. فاي بحث على شغل في بلد جديده ما تيأس، استمر في التدوير وطور من نفسك واستفيد من كل اللي حواليك، من العلاقات ومن كل حاجه. ابني شبكه كبيره جدا جدا. والواحد لازم يشكر في الاخر كمان، اخر الفيديو ده، اسرتي، مراتي اللي وقفت جنبي كمان ودعمتني وساندتني في اصعب الاوقات، وكانت دايما بتحاول تزق وتقول لك ما تزعلش، ما تيأس، والدنيا هتكمل وهننجح، احنا جينا يعني، احنا عدينا باصعب من كده قبل كده.
خلي دايما عندك ايمان بربنا وايمان بعيلتك انك انت بتعمل حاجه للمستقبل، فربنا هيوفقك فيها. نقطه كمان من النقط المهمه جدا اللي لازم اقولها، وخاصه لو انتوا ناس جايين من الخليج او جايين من يعني مستوى معيشي اعلى بكتير من اللي موجود في كندا، اوعى ابدا 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 تستعلى على الشغل. نكته من النكت اللي بيضحكوها قوي بيقول لك انك لو عييت او تعبت او وقعت او اغمى عليك في كندا في الشارع، ما تتصلش بالاسعاف، وقف اي تاكسي هتلاقي دكتور يا صيدلي. يعني دي نكته مشهوره جدا، من كتر من الدكاتره والصيادله قاعدين يعادلوا بالسنين في كندا. فانا نصيحتي يعني اقبل باي شغل، ما اوعى ابدا ابدا تتعالى. ودي نصيحتي، وانت عارف واحد من اصحابي هو عارف نفسه دلوقتي، انا بوجه له الكلام، قلت له لما تروح كندا ما تتعالاش. لو جالك اوبر اشتغل، لو جات لك مهنه كويسه اشتغل، لو جالك اي حاجه اشتغل، دخل نفسك في سوق العمل، ابدا اشتغل. يمكن يا راجل لما تشتغل تكتشف ان انت اصلا ما بتحبش مهنتك الاصليه، وان انت لقيت نفسك في حاجه جديده. وهو ده على فكره سر القوه في ان انت كنديان اكسبيرينس. والواحد لما اترفض واشتغل شغل كاجوال اكتشف ان بيحب حاجات جديده، واكتشف حاجات كتيره جدا فيه، ومهارات جديده ما كانش يعرفها. احنا بس بنحط نفسنا في قالب وبننسى الدنيا. فاتمنى ان الفيديو يكون فاتكم، اتمنى ان النصايح اللي قلتها لكم تفيدكم في يوم من الايام، ما تتخضوش لما تبداوا تعملوا انترفيوهات في سوق العمل. واتمنى ان كل الناس يعني ربنا يوفقها في كندا. الظروف بقت صعبه شويه، الدنيا بقت اغلى شويه عن زمان، ولكن لو الفيديو ده عجبكم يا ريت ان انتوا تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا شير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وناس تانية عشان نقدر دايما ننقل الخبرات دي، لان دي خبرات واحد اتمرمط كتير في كندا. يلا نشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وبالتوفيق.